السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة جاية معاكم كده. هنعمل ايه؟ انا ديني قاعدة زي ما انا. الساعة بقت كام يا حلوين؟ دلوقتي الساعة 7:30. وديت ولادي المدرسة واديني يا ابني تالتة ابتدائي وسنة رابعة خلاص كده ايه، قاعدين لحد الامتحانات بقى، دروس ومراجعات ومذاكرة يعني. المهم بطولش عليكم. ايه ده يا ام ادم؟ القصاقيس اللي انا قلت لكم ووعدتكم من المفرش ان هي مش هتترمي، هتعملي بيها ايه؟ بص الارض بقت جميله ازاي، ولا اكن عندنا كلب لولو من من الفرو والله. كل ده بص، حتى بص كمان الانتريه منضفاه والدنيا تمام، وكان عندي حبه غسيل مطبقاه. يعني بص انا عامله اللي عليا بزياده كمان. بصوا الدنيا ترويق 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 ونظام. واللي نايم بقى نايم في الاوضه والدنيا ايه. بصوا عشان بحس محدش يقول لي ايه الدنيا مكعمشه والدنيا مكعببه والدنيا مش عارف ايه. اهو ما علينا. الارض هنا السجاده عشان سودا، فبصوا والله السجاده كانت زي الفل ما فيها حاجه. بس طبعا من القط اللي انا بعمل فيه. المهم ما اطولش عليكم. بصوا عاملاها ايه؟ بعمله ورده. القصقصة دي كلها هتبقى في الآخر مفرش محترم لكومودينو أو لترابيزة صغيرة أو لأيا كان، أو مثلا تعمليها بتاعت مناديل. أي حاجة تقدري تشتغلي بيها طول ما حاجتك في ايديكي وعندك ابتكارات وأفكار جميلة، عادي مفيش أي مشكلة. بالقصاقيس أهو، بقصاقيس المفرش. بص المفرش عشان خايفة عليه. ده اولا هفرشه على العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يعني بصوا انا مش هستعمله دلوقتي يعني، حتى لو نظفت الشقه اعمل لكم روتين جامد جدا. بعد الفيديو ده ان شاء الله ما ينزل لكم هعمل روتين. بصوا المفرش اللي احنا فصلناه مع بعض او شلته في الشنطه نفسها هي. وادي القماشات التانية اللي انا طلعناها من المتر القماش. وادي القصقصه دي حرام والله ما هرميها. هتشوفوها احلى مفرش. هتعملي ايه؟ القصقصه دي كلها بصوا علشان داير كده. انا ما عنديش ستاند واستحاله دلوقتي صح طبعا جوزي عشان يصورني هيقول لي والله ما هقوم. فانا هعمل داير. بصوا او بصوا انا عاملاها كام طبقه. 1 2 3 4. بصوا قد ايه من القصقصه ولسه في كمان. فانا هعملها شكل ورده كده تتحط على الانتريه كده، زي فاهميني، زي زي المنديل بتاع الانتريه. دي حاجات ديكوري كده، تقعد ترميها عندي كده على الترابيزه كده، ديكور شكلها يبقى جميل جدا في الاخر. ادي علبه الابر بتاعتي والخيط. وقولي اشتغلي يا ام ادم ونتكل على الله، هنطلع احلى مفرش. حبايب قلبي بصوا، اتمنى ان هو يعجبكم. بصوا المفرش انا بادئه معاكم اول الفيديو 7:30، دلوقتي الساعه 8. فالحمد لله ما خدتش فيه وقت. بصوا بالقصاقيس بتاعه الفرو. بصوا جمعت الدايره ونص دايره. مالكمش دعوه بالخيط، كده كده مش هيبان. ما لقيتش الخيط الابيض على التسريحه، قلت والله ما هدور. انا ما صدقت ما نيمت وعد، وخد الوقت كتير جدا على ما نيمتها وعيني طلعت. فمش مستعدة اللي انا عملته. ان انا اصحيها تاني بالكركبة اللي انا كركبها عشان ادور على بكرة الخيط. فقلت كده كده اني انا ما على ايه يعني، كده كده مش هيبان يعني. الراجل ما اتكلمش يعني، الخيط الزيتي ما اتكلمش. فاهو الدايرة. بصوا جمعت الدايرة كده. بصوا بقى الجمال والعسل والشياكة. أنا بالنسبة لي المفرش راضية عليه يعني جدا جدا جدا. كفاية ان الفرو الجميل دوت يعني. بصوا داخل قلبي كده. بصوا جمعت النص دايرة دي. بصوا عملت بيها ايه؟ حلقة صغيرة. بصوا بدأت بيها من الأول ايه. بصوا بدأت بيها ست دواير. 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده الطبقة التانية جبتها 5، اللي هي دي كده اهو. بصوا عملتها كده. بصوا الرصة اللي انا هرصها جميلة ازاي. ادي اهو. ثانية واحدة اهو. انا مرضتش اطول معاكم ايه الفيديو، وهشرح لكم واحدة واحدة. اهو اكبر فاصغر. بصوا عملتها زي حلقة كده اهو.
يعني انا بدأت ب6 دواير، بعد كده الطبقة التانية عملتها 5، بعد كده التالتة قفلتها 4، بعد كده الأخيرة جبتها 3، بعد كده 4 اهي. بصوا الجمال، بصوا الجمال، ابتدي تاني ان هي دي الدايرة، دي 5 ودي 4 اهي. بصوا بقى مش هتفضل طبعا واسعة الدايرة كده، رحت مجمعة ايه نص دايرة ونص دايرة، بقت دايرة كده كاملة، كمال لله وحده اهو كده. هحطها بقى ايه في النص كده بالشكل ده اهو، وهقفله المفرش وهيبقى ايه. بصوا الجمال، بصوا الجمال عامل زي الوردة ازاي. بصوا المفرش، بصوا الجميل، شكله جميل جدا، تقدر ان انت تستخدمي. بصوا كمان والله الكاميرا ظلماه، شكله حلو جدا. هخلصه واحط لكم على الكومودين واتفرجوا واحكموا انتوا. وليا عندكم اللايك لو عجبكم، لو مش ما عجبكمش حطوا ديسلايك واكتبوا لي تعليق حلو. بس يعني اتمنى ان الفيديو يكون عليه تعليق، لو عليه تعليق يعني ايجابي. بس اتمنى ان انتوا تشجعوني وربنا يبارك لي فيكم، وفي اي حد يكبر بخاطر حد بكلمة كويسة. حبايب قلبي خلصت كده المفرش الجميل اللي انا بصراحة اداني نتيجة راضية ومرضية بيها الحمد لله رب العالمين. بصوا الطبقات بتاعت الوردة اهو. المفرش بصوا، مفرش حتة واحدة اهو. الفرو فيه جميل جدا اهو كده اهو. انت طبعا تظبطوا الدنيا طبعا بعد ايه، اهم من الشغل ظبط الشغل، تمام كده. بصوا جميل ازاي اهو. دي من القصايص اهو. بصوا انا مش عارفه والله، بصوا كده، بصوا الورده باينه ازاي اهي. انا قلت ان انا اجيبه لكم كده على كومودينو برضو، زي ما هحطه على كومودينو بقى في اوضه الولاد، كومودينو بقى في اوضه النوم، يعني براحتكم. الفكره بتاعت القصايص عشان حرام تترمي اهو. بصوا والفرو يعني ايه، تحس ان متنك علينا، يعني مش زي اي قماش، فغالي جدا، فحرام ان احنا ايه نرميه ولا نهدر منه. بصوا الريش بتاع الفروة جميل ازاي، نازل على الكومودينو شكله جميل جدا. بصوا بتحاولوا ان انتوا ايديكم طبعا لو ان هي برمت كده من دايرة صغيرة اكبر من التانية او حاجة، اصغر من التانية عفوا او حاجة، بتحاولوا تحطوا الدواير الكبيرة من تحت، تخلوا الارضية كده اللي هي الدواير الكبيرة هي اللي من تحت. بصوا شكلها جميلة جدا جدا، والوردة جميلة 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 اهو. تقدروا ان انتوا على فكرة تعملوا بيه اي افكار تاني، تقدروا تعملوا بيه، تفضلوا كده تجمعوا منه وتعملوا كفر لخددية بسيطة كده على قد رقبتك وانت جاية تنامي، الكلام ده كله. تعملي بيه ايه، تجددي بيه دباديب من عندك للولاد، مثلا اي حاجة، مش شرط ان انت تعملي بيه مفرش. تعملي بيه ايه، تعملي بيه كده. بصوا الحته اللي من هنا من عند المخده، بصوا كده فاهمين قصدي، تفضلوا تجمعوا فيها كده صف كده، تعملوا فيها نعوميه كده، حتى لو الكزج قصير عادي ده بيبقى وارد، قصير كده يبقى هو اللي باين الفرو. بصوا في كذا حاجه وكذا طريقه على فكره البتاعه دي من المفرش اللي محطوط على الكومودينو. يعني بصوا انا المفرش بتاعي معمول ورده جميله، مبسوطة منها جدا جدا وشكلها تحفة. بقى هعمل المفرش التاني والزيادات بتاعة القصايص هوريكم هعمل بيها ايه، فخليكم بقى متابعيني، لاني بصوا انا نفسي اقدم لكم احسن ما عندي، بس والله العظيم نفسي اني يعني التعب اللي انا فيه حد يقدره، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. وانا طموحي يعني علشان في ثقة بس في الله مش اكتر، طموحي كبيرة ان يوم من الايام قناتي الناس هتشوفها وهتتعرف وهبقى بقى في وسطكم اخت تاني. فاتمنى ان التوفيق للجميع يا رب، وربنا يوفق كل الناس، واللي عايز حاجة في السنة الجديدة ربنا يحققها له ان شاء الله. وسنة سعيدة على الجميع كلنا يا رب، يا رب الوطن العربي يا رب يدخل علينا بالسنة الجديدة بأمنيات حلوة، بالكل اللي بنتمناه،
وربنا يحفظ ولادنا من كل شر ومن كل اذى يا رب في الدنيا. اللهم امين يا رب العالمين. انزلوا دلوقتي في التعليقات واكتبوا امين يا رب العالمين، وهعرف ان انتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو. واتمنى من الله ان انتوا يعني ان انا اكون خفيفة على قلوبكم. بس كده، استودعتكم الله، مع السلامة، السلام عليكم.